السلام عليكم متتبعين ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشر مبروكه، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكل متمنيات ان شاء الله بالصحه والهنا. ومرحبا بكم في وصفه جديده وفيديو جديد. كما كتشوفوا غادي نعمل معكم هاد الشباكيه هذه بطريقه مبسطه والمعتمده عندي. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نبدا معكم هنايا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للدقيق عملت دقيق الفرص غربلته، غادي نضيف عليه واحد شويه ديال الملح. هنايا غادي نبدا بالنواشف هما الاوليين، غادي نخلطهم مع بعضياتهم. غادي نضيف عليهم معلقه، واحد معلقه كبيره عمره هيدا بالقبه ديال القرفه. كذلك غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال حبه حلاوه. هنايا هاد حبه حلاوه والنافع، هادشي كامل هنايا كيكونوا مغربلين ومسهطين واحد شويش، وكنطحنوهم ونغربلوهم. كلشي هنايا كيتغربل كما كتشوفوا. زيت واحد معلقه كبيره ديال النافع، وهنايا عندي واحد الكاس ديال الجنجلال اللي حتى هو سهطته واحد شويش وطحنته مزيان حتى خرج ديك الزيت اللي كتكون فيه. هنايا الا ما تطحنكمش مزيان الجنجلان ديالكم ضروري حتى هو تغربلوه. هنايا كلشي مغربل ومطحون قبل. انا هنايا وجدت كلشي، سجلت معكم على الفيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو ويجيو ممل. هنا كما كتشوف عملت النواشف كاملين، وغادي نضيف واحد كما كتشوفوا الخميره د الحلوى 8 غرام، وغادي نضيف عليهم كذلك واحد شويه د الخميره د الخبز، غير واحد نص معلقه صغيره صافي. وغادي نخلط هنايا، غادي نخلط هاد النواشف كيف ما قلت لكم مع بعضياتهم مزيان صافي على هاد الشكل هذا. قلنا هنايا عملنا كيلو ديال الطحين، كاس د الجنجله المطحون، مسكه الحره، شويه د الملحه، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال قلنا النافع عفوا، وشويه ديال الخميره د الخبز وخميره د الحلوى ديال 8 غرام صافي. كيف ما كتشوفوا نخلطوا النواشف مع بعضياتهم مزيان باش كنفسخوا ديك الجنجلان، وكيتخلطوا لنا هاد النواشف مع بعضهم. كيف ما قلت لكم كلشي كيكون مغربل. علاش كنغربلوهم؟ باش ملي كنجيو نعملوا الشباكيه ديالنا، ملي كنجيو نطلقوها وكنشبكوها كتبدا تقطع. لهذا كنعملوا الاحتياطات ديالنا من الاول باش كتجي الشباكيه ديالنا ناجحه. هنايا غادي نخلط انا هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان صافي على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. ملي خلطت النواشف مع بعضياتهم، دابا غادي نضيف الكاس ديال الزبده اللي ذوبته خليته تنشف من هذيك الماء، وغادي نضيف كاس ديال الزيت. هنايا عندي القياسات بالكاس ديال العنبه. الزيت بالنسبه للكاس ناقصه واحد 4 تقريبا، ماشي عامر بزاف. مهم ان شاء الله انا غادي نخليكم القياس بالتفاصيل في صندوق الوصف اللي بغات تعمل هاد الشباكيه. هنايا عندي الكاس ديال المزهر، نص كاس ديال الماء، وواحد دويمه ديال الزعفران اللي خلطتهم مع بعضياتهم، دفيتهم غير واحد شويش. اللي بغات تعمل زعفران شعراء اولا تعمل ملون كيبقى الاختيار، داكشي اللي متوفر عندكم. اهم حاجه هو ان غير كيعطي ديك اللون من الشباكيه كتجي فيها ديك اللوين وصافي. لهذا الشكل هذا غادي نضيفهم. هنايا بالنسبه للماء ملي غادي نخلط عيني ميزاني، الا كانت باقا خاصها الماء غادي نضيف شويه ديال الماء. غادي نضيف كلشي هاد السوائل. هنايا عندي هنايا كاس صغير مع مرشي ديال الخل، وكذلك عندي صفار ديال البيضه صافي. هنايا غادي نجمعوا الشباكيه ديالنا
بهاد السوائل اللي عندي اولا كيف ما قلت لكم. ولا كانت باقا خاصها الماء غادي نضيف لها فتيوته ديال الماء. وانتم كتعرفوا الشباكيه ما كطلعش خفيفه، ضروري طلعوها ثقيله، حيت الا جات خفيفه ما كتسيح وتا في التشبيك ديالها كتعذب جمعوها وما كتشبكش مزيان، كتبقى تسيح بوحديتها. هنا انا غادي نجمع الشباكيه ديالي وغادي نرجع معكم. صافي هنايا كما كتشوفوا انا جمعت العجينه ديال الشباكيه، كتجي ماشي خفيفه بزاف وماشي قاصحه عاوتاني تبدا تفتت لكم بوحديتها. هنايا انا عجنتها مزيان ودلكتها. نتوما كتعرفوا الشباكيه كدي واحد شويه د الدلك. وصافي دابا غادي نقطعها هيدا نشكلها كويرات. صافي غادي نشكلها هنايا كويرات هيدايا، وغادي نجيب المطلقه باش نجمعها صافي بهذا الشكل. صافي هنايا كنجيب هيدايا كل واحد كنطلقها على هذا الشكل هذا، نطلقوها هيدا على هذا الشكل. صافي باش كتساعدنا ملي كنجوزوها في الماكينه كتجي سهله. واللي ما عندهاش الماكينه ديال الشباكيه ممكن تطلقها غير بالمطلق، غير هي كتساعد على حساب الوقت كتسربينا وصافي. صافي هنايا كنطلقها بحال اللي غادي نطلقها رغيفه. صافي هنايا كنعمل لها بحال هيدايا صافي على هذا الشكل هذا، وكنطلقهم كاملين. ومباشره كل ما كنطلقوا شي وحده كنعملوها في بلاستيكه باش ما كتنشفش. هيدا حتى كنكمل القياس اللي عندي كامل. صافي هنايا عاوتاني ملي طويتهم على شكل رغيفه كنجيب هذيك اللي طويت الاوليه هي الاولى اللي غادي نخدم، غادي نطلقها على هذا الشكل هذا باش كنقطعها لقطع صغارين. صافي نطلقها مزيان بهذا الشكل هذا. صافي كنطلقوها بحال هيدايا ونقطعها هيدا اجزاء صغارين باش ملي كنجوزوها في الماكينه ما كنبقاوش نعاودو بزاف ديال المرات. هيدا كتسهل علينا. صافي مباشره ملي طلقتها بحال هيدا عاوتاني مباشره غادي ندخلها في بلاستيكه باش ما كتنشفش. وهنايا انا ما غاديش نخلي هاد الشباكيه ترتاح ولا شي حاجه لان فيها الخميره ديال الحلوى وفيها الخميره ديال الخبز. لهذا مباشره نجيب غير الماكينه ديال الشباكيه وغنبدا نطلق. كما كتشوفوا متتابعين ديالي ملي طلقت الشباكيه ديالي وجوزتها في الماكينه غادي نحيد هاد الزياده هذه وغادي نوريكم الطريقه المعتمده عندي انا في التشبيك اللي كتجي مبسطه وسهله. هنا كنحسبوا 1 2 3 4 5 و6 كنقطعوا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه. هنايا كنشبروا كنوضعوا 2 على 2 كنقلبوا كنوضعوا على 2 اخرين على هذا الشكل هذا. صافي هادوما كنشبروهم وكنلصقوهم هنا بالاصابع ديالنا كنشبروا نلصقوها مزيان هيدا كنقلبوا على هذا الشكل صافي هيدا وكنلصقوا الجوانب. الا جبرتوا هاد الزياده ديال الجوانب جاوكم زايدين كتنقصوا منهم على هذا الشكل هذا على هذا الشكل. وهذه اللي في الوسط اللي عامله بحال ورده كذلك كنشبروا هيدا ونلصقوها سهله على هذا الشكل كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو يكون واضح. نعاود معكم واحده اخرى. هنايا كنشبروا كنحسبوا 1 2 3 4 5 والسادس كنقطعوا على هذا الشكل. صافي كنشبروا 2 كنوضعوهم على 2
كنقلبوه هيدا كنوضعوه على جوج اخرين، هادوما كنلصقوهم هنا مع بعضهم. هيدا كنلصقوهم مزيان باش ملي كنجيو نقليوهم ما كيتفسخوش. صافي كنقلبوا الشباكيه ديالنا هيدا صافي. وهاد الجوانب هادو كنلصقوهم هما الاوليين هيدا، ولا جبرنا زياده كنحيدوها على هاد الشكل هذا صافي. وديك الوسط هذا ديك اللي كتجي بحال وريده حتى هي كنلصقوها هيدايا صافي على هاد الشكل هذا. كنتمنى الفيديو يكون واضح صافي. وكنكمل الشباكيه ديالي كامله صافي. هنايا كما كتشوفوا من بعد ملي كملت الشباكيه ديالي كامله شبكتها، خليت الزيت تسخن مزيان كما كتشوفوا، ومن بعد حنيت عليها البوطه باش عاد كنعمل فيها الشباكيه ديالنا باش كتحمر من داخل وكذلك من برا. ولا خليتو العافيه هيدا مجهده غادي تخطف لكم وغتحمر غير من برا، ومن داخل غادي تبقى لكم كتبقى رطبه وكتبقى خضراء. وخاصه اذا عملتوها هيدا شويه غليظه فمن الاحسن طيبوها على عافيه مهيله. هنايا كيف ما كتعرفوا غادي نخلي الشباكيه ديالي تحمر من جميع الجوانب. الطريقه ديال القلي معروفه كيف ما كتعرفوا. صافي غادي نقلي الشباكيه ديالنا وغادي نحطها في ملي كتحمر غادي نحطها في العسل صافي. من بعد ملي كتقلى الشباكيه ديالنا مباشره كنحطها على العسل وهي بارده. العسل اللي ما دركتش هذه نصوره معكم، العسل معتمده عندي عملتها في القناه. الى ان شاء الله بغيتو تعملوها نخليها لكم في صندوق الوصف. مهم كما قلت لكم كنحيد الشباكيه سخونه ونحطها على العسل وهي بارده، وديك السخونيه ديال الشباكيه هي اللي كتخلي العسل ديالنا كترجع خفيفه صافي. كنخليو الشباكيه ديالنا تشرب العسل مزيان. من بعد كنقطرها في واحد الكسيكس وكنعملوا عليها الجنجلان. هذه هي الشباكيه متتابعين ديالي اللي وجدت معكم، كتجي مزيونه بزاف. من بعد ملي قليتها عملتها في العسل خليتها تعسل مزيان، شربت العسل مزيان، عاد عملتها في واحد شبيكه او كسيكس قطره صافي. ملي قطرات من ديك العسل اللي زايده هنايا زينتها هيدا بالجنجلان محمر. كذلك يمكن لكم تزينوها بلوز ايفيلي او لوز كونكاسي كيبقى لكم الاختيار. وهنايا غادي نقول لكم الى اللقاء، وانتظروني في فيديو اخر، فيديو جديد ان شاء الله، وعواشركم مبروكه ويدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا وكل ما كتمنوا.